إلياس المالكي تمت تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه. ويلي من موراك داكشي كامل وتمت التبرئة ديالو، صافي تعطات لي البراءة. وهذا الشيء من مورا ما الأخ ديالو لاح ستوري اللي كيبين فيها بالتفصيل أنه تمت تبرئة إلياس المالكي ومن معه. يعني من مورا ما دارت الضابطة القضائية البحوث ديالو وداكشي، لقات باللي هذا السيد راه بريء، وكاع داكشي اللي كان منسوب اليه من التهم انه دار وشفار وكذا وكذا راه ما كاين منهم حتى شي حاجه. ودابا رسميا خرج القرار ديال انه راه بريء من جميع التهم. دابا باش الاخوان الناس ما عارفينش شكون هو الياس المالكي، واخا راه كلكم تقريبا عارفين الياس المالكي بلا ما نبقاو. هذا الياس المالكي واحد ستريمر كانت شهر ديال بصح واحد الوقيته، لدرجه انه ولا اول ستريمر عربي كيحطم الارقام القياسيه، لدرجه انه ولا هو الاول عالمي اللهم بارك تبارك الله، لدرجه انه فاز اي شو سبيد. هادشي الاخوان دابري لي ستاتيستيك اللي خرجوا بهم كل الناس اللي مكلفين هاد البلانات هادو اللي كيشوفوا شكون هذا الاول شكون هذا الثاني. الياس المالكي كان هو الاول عالميا، فخدا واحد الشهره وواحد الصيت كبير ديال بصح، لذا كلشي ولا كيتفرج فيه. كاين مثلا بنادم اللي كتلقاه شاد السوم الياس المالكي كيتسنى داك اللايف ديالو مع التسعود. كاين بنادم كنت كنعرف كيقول لي راه غنمشي ندخل باش نتفرج في الياس المالكي، غنتفرج في الستريم ديال الياس المالكي. علاش الياس المالكي خدا هاد الشهره كامله؟ لعده اسباب. اولها هو انه انسان عفوي، انسان عفوي. داكشي اللي كيقول لي دماغو كيقولو، وكيضرب شي لعيبات كيما فهمتي، ديك اللعيبات مع داكشي اللي هو عفوي فيه وداكشي اللي صافي بنادم تخلي الخاطر بحكم انه كيقول داكشي اللي كيحس به. وبنادم اي واحد كيهضر من قلبه وداكشي اللي كيحس به بنادم كيبغيه، بنادم كيدخل ليه الخاطر، فبنادم كيبغي يتفرج فيه. لدرجه ان بنادم دابا راه بزاف توحش الياس مالكي. فين ايام الياس مالكي نتفرجوا فين شدوا الصوت، بعيدا على داكشي اللي كيبروبوزي وداكشي اللي كيبينوا وداكشي اللي كيقول التفاهه وكذا. شوف كل واحد والعقل ديالو. كاين اللي بنادم عز عليه يتفرج في هذاك كيضحكوا كيفاجئ عليه، ما يمكنش انك تدخل ليه انت الذوق ديالو. كتلقى بنادم طبا ومهندسين وما عرفت شنو كيتفرجوا فيه. هذه حقيقه خص بنادم كامل يعرفها. ولكن انا علاش درت هذا الفيديو؟ اولا هو من مورا داكشي كامل قال لك غيدخل الحبس وكذا. كيفاش تم التبرئه ديالو؟ هادشي كنهضروا على القضيه راه طرات شهر تسعود، ولكن القضيه كيفاش طرات؟ اجي نرجعوا بالزمن اللور شويه. القضيه طرات هو انه كان عنده واحد الخلاف مع واحد السيد كيدير فيديوهات سميتو البرقاتي، وهما بجوجهم ولاد مدينه واحده اللي هي مدينه الجديده. كانوا في الاول بداو بجوج، كانوا صحاب، كانوا بخير، داروا كونسيرت، قالوا خصنا نوصلوا العالميه بجوجهم، عندهم نفس الفكره، عندهم شكون اللي بروبوز على الاخر. هذاك ماشي موضوعنا وماشي شغلنا. فبداو بجوج، طرا بيناتهم شي خلاف، واحد سلك طريق والاخر سلك طريق، ما عندهم نفس الكونسيبت هو الطالعه. فواحد زهق ومشى، والاخر بقى غادي كيطلع تدريجيا، ولكن على شكون؟ على ظهر او حيتاش كان كيعرف الياس المالكي. داك البرقادي كان كيتفرجوا حق هذاك خونا راه كان كيبان مع الياس المالكي جا نتفرجوا فيه. فبداو كيتفرجوا فيه، بنادم عجبهم حتى هو داك البرقادي، حتى هو عنده الجمهور ديالو، الاخر عنده الجمهور ديالو. واحد الوقيته بداو كيتشبوا، بداو دوك النزاعات والكلاشات راكم عارفين ديك الحموضه. فهذا كيتيري في هذا، الاخر كيتيري في هذا، وبقاو وصلوا الاصول، وصلوا انهم كيعيروا هذا والدي اختك انت فاعله كذا كذا، وهادشي ما خصوش يدار. لان هذه خصنا نفهموا واحد القضيه، الناس اللي باغا تبدا هذا الدومين بعدوا العائله. دي نصيحه اللي باغي يبدا هادشي ديال الفيديوهات وصناعه الفيديو، يبعد العائله، ما عنده ما يدير باهي، ما يدويش على العائله وما يجبدش العائله. فمن ورا ما الاخر قال لي انت اختك وكذا كذا، الاخر بدا كيجمع ليه اللي هو الياس المالكي. وهذا واحد الخطا كبير ارتكبه بطبيعه الحال. فهو شنو دار؟ مشى وقصدو. وانتم شفتوا الواقعه كامله بلا ما نعاودو نجبدوا الهضره. راكم عارفين جالي الاخر كانوا معاه الدراري، الاخر هذا دار لي ستوري، ودي الغلطه اللي دارها الياس المالكي. لانك انت مثلا واصل ان سيغتان نيفو، يعني تقدر تفوت داك النيفو اللي انت فيه، تقدر تفوتو بمراحل. راه كنهضروا على انك فتي اي شو سبيد، يعني راه وصلتي للعالميه. يعني راه انت راه دواو عليك مثلا في امريكا، يعني دونك انت كما ما بين لي ستريمر الكبار في العالم، وكنتي غتفوت دوك الارقام. يعني كانت عندك ايكيب زوينه،
اللي كانوا كيجيستيونيو لك هادشي ولا يصيبوا لك المونتاج ولا مقابلين لك هادشي يعني هو انسان ذكي، باش هذه بين قوسين. راه واخا يبان لكم يعني كيتهبل وداك الشيء، راه دماغ. هادي لا تكلخ فيها باش نكون معاكم واقعي، مي هو راه انسان، راه بواقع ستيلو، راه مخطط، لان راه ما يمكنش شي واحد غيوصل لداك الشيء الا ما كانش مخطط ليه. شوف، اولا القبول ديال الله، ثانيا هو انك كتخطط. يعني راه انت غير باش انك تقاد سيتاب، ودير مثلا تبدا تستريمي وتجيب بيسي جيمر وكذا وادي وتقاد داكشي الامور ديالك وكذا، راه ما ساهلاش. باش انك تدخل هاد ليطاب هادي، علما انه دخلها راه باقي ما معروفش، مي هو راه فكر، هو كانت عنده واحد الرؤيه، واحد الفيزيون، وانفيستا، دار واحد الانفستيسمون اللي كان واحد الروتور ديالو مزيان. فهو راه ذكي، راه باش بنادم ما بقاش يقول لا حق، راه خونا راه ذكي، راه باش نهضر معاكم. والخدمه ديال السوشيال ميديا اللي بنادم كيسحب لها راه ما ساهلاش، راه من ضمن انها ما ساهلاش، راه انت كيطراو لك راه اي حاجه كتحسب عليك. مثلا داك الغلطه اللي كان دار ديال القران، راه غلطه دارها، فهمتي، ديال انه قرا بديك الطريقه. حنا ما غاديش ندخلوا النيه ديالو بطبيعه الحال، مي راه انسان راه كيغلط، وشوش حد الانتقادات جاو وكذا، ومع ذلك حيتاش عنده القبول، حيتاش بنادم باغي يتفرج فيه، نسالي ديك الغلطه، وبنادم بقى كيتفرج فيه وبقى غادي وبقى مكمل. هذاك الشيء علاش اي حاجه خصها تدرس. راه كاين الذكاء، مي راه ضروري واحد يكون معاك، وواحد يفتي عليك، وواحد يقول لك مثلا داك البلان اللي كان انه قصد داك البورقه هادي ولا البورقه هادي كان فهمتي كنتي انت تمشي تقصدو منك ليت راه معاك كذا، وكاين باش تصور ستوري هادي بغا يبين لبنادم كو هذاك اللي كيبغي يقول عليه هضره، انا جدت ليه يلا، وبنادم كيعجل فيه، ومن يعجلو بنادم راه شفتو الواقع شنو طرا. وابار هادشي كامل الخوت باش نكون معاكم واقعي عاوتاني، ابار هادشي كامل، راه ما خصناش نساو ان راه دار زوين مع المدينه الجديده، راه شهرها، راه ولاو كيقولوا جديده راه بسبب الياس. دابا تقول الياس جديده، الياس المالكي، راه كاين بنادم دابا تقول ليه جديده يقول لك الياس المالكي. دونك راه داير اشهار جديده، بنادم ولا كيجي عنده من مختلف المدن باش يتصور مع الياس المالكي، وراه داير اضافه للمدينه الجديده بطبيعه الحال. دونك السيد راه دار واحد المزيان مع المدينه الجديده، دار واحد الاشهار للمدينه الجديده، ولكن دابا هاد الغلط اللي كان دارو خصو يتعلم منه، ما خصوش يعاودو بطبيعه الحال، حيت الا عاودو ديك الساعه راه هو اللي ما كيفكرش، هو اللي في عنده خلل. الا عاود في غلط عاود ارتكبه مره اخرى، راه هو اللي منه المشكل. وباش نهضروا على البرقه هذه شويه وداك الشيء، نتوما شفتوا من مورا ما طرا لي ديك الواقعه بدا كيخرج في اللايفات، هانتوما شوف في الاخر شنو طرا لي مع واحد السيده مشى بدا بحال هكا. الانسان خصو يعبر الهضره، راه شوف القانون عندنا في البلاد، راه شوف راه صارم، ما تقول شي حاجه تكون عابرها. راه الحبس ساهل عندنا في المغرب، باش تفهموا، باش الناس تفهم هذه القضيه، الحبس ساهل، راه ما يسحبش يكون، راه هما ما راه شوف، راه اي واحد كيدير شي حاجه راه كيعرفوا شنو كيدير. راه انا كندير فيديوهات وما عارفين راه كندير فيديوهات، واي هضره كنقولها راه كتحسب عليا. راه ما يمكنش انك تقول اي حاجه، مش تقول ديك السيده تقول لها تجبد لها مثلا ولادها وكذا، راه بطبيعه الحال هو دابا حتى البرقع ديالها كان غادي مزيان، حتى هو كان غادي مزيان، وتا هو عنده قبول ديالو، وتا هو عنده ساركازم ديالو، وتا هو عنده بزاف ديال الامور، وتا هو كان غادي بطريق زوينه، خصو كان غادي مزيان الدري تا هو. ولكن من الاخر زلق، يعني كون ديك اللعبه ميك على الماركي وما يجبدوش هو نهائيا، انت هو غتلقى تا برقادي تا هو دابا غتلقى تا هو واصل شي مواصل مزيانه. يعني كل واحد كيشوف طريقه، وكل واحد كيبني الكارير ديالو، كل واحد كيبني الكوميونيتي ديالو، غاديين واحد كيشرح. انت ما بقيتيش مثلا انت وداك صاحبك مفاهمين، خليه هو يشق الطريق وانت شاق الطريق ديالك. واش فهمتوا واش نوصل لكم؟ واي هضره كتخرج من الفم خصك تعبرها وتطالعها راه فيها وفيها، ماشي غتجي وطلع على الانسان ديك اللعبه مطلعها لي، لا طالعها راه فيها وفيها، خصك تعرف كيفاش تطلعها. راه حيت اي حاجه كتحسب عليك، راه انت ملي غادي تقول شي حاجه ما هي غادي تحسب عليك. فالمهم الحبس راه ما كنبغيو حتى شي واحد،
والصراحه حنا راه فهمتي مزيان منين تبرأ، وفرحنا ليه منين تبرأ باش نكونوا واقعيين، لان الحبس راه ما تبغي حتى شي واحد. وهادشي اللي كاين دابا راه باينه، راه انا فين قلتها لكم السيمانه الجايه تلقى راه لونسي شي ستريم ولا شي لايف باش يقول هذا الخبر هذا، وغيبدا عاوتاني المسيره ديالو. هو كان هربان هاد الوقيته كامله، فهمتي، هربان، في الاخر هو تم التبرئات ديالو رسميا. فهادشي اللي كنتمنى الفيديو كان عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطيونا الاراء ديالكم، وتبارك الله عليكم. والناس اللي غادا تقول لي وحق قلت علاش دويتي على هذا الموضوع، عادي جدا، مزيان نهضروا على بحال هاد الامور. والعبره من القصه ديال المالكي والبرقادي، هما كانوا صحاب وكانوا عشران، كل واحد شق الطريق، الاخر ما حملوش علاش يفوتوا، او طرات بيناتهم نزاعات، طرا داك المشكل المالكي باش يرد عليه، دار لي داك المشكل، هما ولاو في الحبس. اللي بغيت نوصلكم لشي كامل على الحبس راه ساهل في البلاد. دونك الواحد خاصو يعرف يحسب كل خطوه يديرها. تهلا.